مساء الخير عليكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. وندخل في الموضوع على طول عشان انا عندي كام سؤال مهمين جدا بعد خسارة نادي الزمالك من وادي دجلة. والاسئلة دي ليانيك فيريرا او للمشاهدين، بس انا عايز حد يرد عليا. دلوقتي يانيك فيريرا بدأ النهاردة بسيف جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر في نص الملعب. تمام. طب السؤال هنا، هو ليه بدأ بسيف جعفر في مركز ستة؟ هتقول لي عشان خاطر دونجا وعشان خاطر محمد شحاتة وجهاد وربيع اللي بيلعبوا في المركز ده كلهم كانوا مصابين. يا سيدي تمام. طب هو ليه برضو بدأ بسيف جعفر؟ ما سيف جعفر مش مركزه ست. هتقول لي طب ما عشان سيف جعفر هو اول اختيار دايما من لعيبه خط النص، بينزل من الدكه في اغلب الماتشات اللي فاتت. هقول لك مظبوط، بس برضو لو جيت بصيت في ان اللي بيلعب مركز ستة كان يصلح، هتلاقي اني مصدق. طب ما مصدق نزل في ماتش مودرن فيوتشر، ويانيك فيريرا طلع في المؤتمر الصحفي قال لك يا باشا، آه، المودرن فيوتشر بدأ يهاجم واحنا متقدمين في النتيجة، فحبينا نأمن الدفاع فنزلنا مصدق. ومصدق لاعب قلب دفاع، فطبيعي هيكون عارف واجبات مركز ستة. يعني ده بديهيات ان هو الف ب هيقفل عمق، على عكس مثلا سيف جعفر اللي شفنا في اوقات كتير بيسيب العمق ويروح للاجناب ويسيب مساحة. فاختيار سيف جعفر ده عليه علامة استفهام. طب يا سيدي، بدأت بسيف جعفر وتعادلنا وبدأت تحس ان ان الاداء مش قد كده، مش قد كده في مركز ستة، فانت رحت ساحب سيف جعفر وعملت تبديلة مين؟ نزلت مين؟ مصدق؟ لا. نزلت مين يا باشا؟ نزلت فتوح. طب ما فتوح اصلا باك، اصلا باك. ليه تنزل فتوح في مركز ستة؟ طب ما انت عندك مصدق. طب ماشي، سيبك من مصدق، طب ما تنزل احمد حمدي. هتقول لي احمد حمدي جاي من بعيد وما بيلعبش. طب ما محمد السيد جاي من بعيد وما بيلعبش. انت فاهمني؟ محمد السيد جاي من بعيد وما بيلعبش يا جماعه، وبدلته مكان ناصر ماهر. فانا عايز علامه استفهام على فتوح. ليه برضو فتوح هو اللي كان مركز ستة؟ هتقول لي ما عشان هو مش عايز يطلع بنتاج. مظبوط، بس بعديها ب10 دقايق بعد التاني انت طلعت بنتاج ونزلت ادم كايد. بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على ايه؟ ما انا عايز حد يطلع يفهمني بناء على ايه. طب تمام، نزلت احمد حمدي في اخر الوقت بقى، فاهمني؟ وخلاص. طب حضرتك يعني انت مش عارف ان موجود على الدكه عندك واحد زي احمد حمدي، لاعب خط نص، لعب في كندا ولعب في النادي الاهلي ولعب في انديه تجيله. الراجل ده تجيل يا جماعه. على فكره احمد حمدي لعيب كويس خالص. طب وشفت لما نزل لمساته حلوه، لمساته تقدميه. الراجل ده هجومي كويس، افضل من انك تلعب بفتوح في مركز ستة. وسيبك بعيدا عن الخطأ، بس هو مش مركزه. وبناء على ان هو مش مركزه، لو هتنزله تنزله مثلا مركز 8، على الاقل في واحد في مركز 6 يغطي عليه دفاعيا. انت فاهمني؟ طب هتقول لي نزلت ادم كايد عشان برضو ما تسحبش شيكو بنزا وطلعت بنتايج. معلش يا جماعه، انت النهارده شفت هجوميا الدباغ وشيكو بنزا وناصر ماهر والفينا. انا عارف طبعا ان شيكو بنزا والفينا هم اكتر العناصر الهجوميه في نادي الزمالك تسجيلا للاهداف. انا عارف المعلومه دي. بس حضرتك النهارده شفت الاداء مش قد كده، لازم تسحب واحد منهم. لازم تسحب واحد منهم. تطلع مثلا شيكو بنزا، طلع شيكو بنزا ونزل ادم كاي. طلع بنتاج لو انت حاسه مش كويس ونزل فتوح. لكن فكره العشوائيه في التبديلات دي انا مشكلتي مع الزمالك. انا دي مشكلتي في اخر 35 دقيقه داخل الزمالك. كم عشوائيه في التبديلات ملهاش حل، ملهاش حل. فيا ريت يا جماعه لو حد عارف هو ليه بدأ بسيف جعفر في مركز ستة يبلغني. وليه لما بدل نزل فتوح في مركز ستة؟ برضو حد يفهمني ليه.